ليت الحديد يعود يوما لنخبره ماذا فعل بنا البلاستيك. نزل بصورة البيجو 504. نسبة 90% من المصريين مقتنعين ان العربيات القديمة انشف من العربيات الجديده لانها لما بتتخبط خبطات بسيطه ما بيحصلهاش حاجه. السيارات الحديثه مصممه لامتصاص قوه الصدمه حوالين السائق، وفي اسوأ الظروف العربيه بتنهار بالكامل في حين ان الكابينه بتفضل زي ما هي. طبعا الكلام ده لا ينطبق على الفيرنا والجيلي. في السرعات القليله العربيات الجديده بتنهار اكتر من العربيات القديمه، ولكن هو ده اساسا اللي العربيه اتصممت عشان تعمله. منظمه الدبل اي اتش اس المختصه في اختبار السيارات اثناء التصادم قررت في عيد ميلادها ال50 انها تعمل اختبار تصادم ما بين عربيه تشيفروليه ماليبو موديل 2009 وتشيفروليه بيل اير موديل 59. عز الصاج المحمل عملوا الاختبار دوت مخصوص علشان يشوفوا الفرق بين نسبه الامان لشخص اتخبط في سياره جديده ونفس الشخص اتخبط بنفس الخبطه والقوه والتاثير بس في عربيه قديمه. بعد ما شفنا الفيديو لقينا ان الانسان اللي كان موجود في العربيه الكلاسيك دماغه فضلت تتخبط في اجزاء الكابينه كلها، ولو كان انسان حقيقي احتمال كبير جدا كان يموت. في المقابل الدميه في العربيه الماليبو دماغها اتخبطت مكان الايرباك بالظبط زي ما كانوا مخططين، والعربيه انهارت بالكامل من بره في حين ان الكابينه فضلت زي ما هي. من السواق في العربيه الكلاسيك حرفيا عصر دماغ الدميه. احصائيه عملتها منظمه اي اتش اس نفس المنظمه على عدد الوفيات في حوادث السيارات من سنه 1980 لحد 2010، لقيت ان المعدل في امريكا كان 50,000 حاله وفاه من بين كل 100,000 حادث سيارات. الكلام ده كان في 1980. تعالوا كده بقى نشوف الوضع اختلف ازاي في 2010. الرقم نزل ل 20,000 حاله وفاه بس، يعني اقل من النص. فهمت كده؟ لا. لو جبنا 100 حادثه عربيه زمان هنلاقي 50 سواق ماتوا. الكلام ده في 1980. انما في 2010 لو جبنا نفس ال 100 شخص وحطيناهم في نفس ظروف الحادثه هيموت منهم 20 بس. فهمت كده؟ لا. بريطانيا بقى في سنه 1997 كان من بين كل 100,000 حاله وفاه كان 23. ايه اللي انا بقوله ده؟ كان من بين كل 100,000 حادثة سيارة 23,000 حالة وفاة. أما حاليا الرقم انخفض ليكون 8,500 حالة وفاة فقط. لو أنت مشاهد عادي عاوز تعرف بس أنه أأمن الجديد ولا القديم فأنت كده بالنسبة لك الفيديو خلص. اللي جاي بعد كده هو فيزياء بحتة، فأرجوك لو هتكمل ما تعترضش. قمتوا خلاص؟ يلا بينا تعالوا نشوف تجربتين كده بسرعة هيبينوا كل حاجة في الموضوع ده. الكوبايات ما اتحركتش من مكانها مع الملاية؟ اسمه المقاومة. مقاومة الجسم للتغيير في سرعته سواء بالإيجاب أو بالسلب. نفس الكلام بينطبق علينا لما بنركب عربية. احنا بالنسبة للعربية جسم ساكن لأن بيننا وبينها المحصلة صفر، ولكن احنا بالنسبة للأجسام الخارجية اللي هي حركتها ساكنة احنا سرعتنا عالية جدا مساوية لنفس سرعة العربية، وعندنا حاجة اسمها زخم الحركة. طب هو ايه اللي بيسبب الضرر ساعة الصدمة؟ لما بتحصل الصدمة للعربية جسمك بيفضل متحرك بنفس السرعة بسبب زخم الحركة اللي احنا قلناه، وبيحاول يقاوم اي تغيير في السرعة دي. مقدار الامتصاص الخارجي بيكاد يكون صفر، فجسمك هو اللي بياخد كل الخبطة. تعالوا نشوف كده مثلا بسيط. لأن الفيصل كله هو مقدار الامتصاص الخارجي للصدمة وشوية الطاقة اللي باقيين اللي تدور على جسمك هو اللي يمتصها. مهندسي السيارات اخترعوا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة هو حزام الأمان عشان أولا يمنعوا جسمك إن هو يخبط في الطارة. السبب الأهم هو إنهم يدوا أطول وقت ممكن لجسمك إن هو يقلل من سرعته. محدش سأل نفسه هو ليه الإيرباجز بتفضل مفتوحة بعد الحادثة؟ ولا مش بتتخرم يا لذيذ. لما اخترعوا الإيرباجز كان نفس مبدأ الملاية والبيضة. الايرباجز بتمتص الصدمه منك على قد ما تقدر وبيكون فيها متنفس لخروج الهواء اللي هو اصلا امتص الصدمه بتاعتك. العلماء لقوا ان كل ده مش كفايه وبرضه لسه فيه قوه مؤثره كبيره جدا تكاد تكون مميته، فاصبح الهدف الجديد انهم ينقلوا القوه ديت لمقدمه العربيه. اخترعوا حاجتين مهمين اسمها نقاط الانهيار وخطوط الانكسار. نقاط الانهيار او الكرامبل زونز بتخلي الشاسيه بتاع العربيه ياخد الصدمه على قد ما يقدر في ابطا وقت واطول مسافه ممكنه، فأصبحت خوارج العربية بالكامل مصممة عشان حاجة واحدة بس، إنها تنهار وتمتص أكبر قدر ممكن من الصدمة، وفي الآخر تكون محصلة الصدمة اللي فاضلة لجسمك أنت عشان يمتصها صفر. الشركات بتصرف سنويا ملايين ومليارات الدولارات عشان تطور على قد ما تقدر من هندسة السيارات علشان توصل لمقدار الأمان اللي موجود دلوقتي في العربيات. الشركات كلها قادرة إنها تعمل سبائك غير قابلة للانهيار أصلا، ولكن في الحالة دي
جسمك هو اللي هياخد كل الصدمه بالكامل. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اعمل لايك كومنت وشير عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. اعمل سبسكرايب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد، ولايك البيج بتاعتنا على الفيسبوك عشان يوصلك اخر الاخبار. انا طارق عبد الله من المواتير بالعربي، البروفايل بتاعي في الديسكربشن. سلام.